ويقول هناك بعض الإخوة المتدينين أو ينسبون إلى التدين يتسرعون في يعني إلقاء كلمة الكفر على أخيه المسلم، وقد يكون أمرا يعني تافها، وقد يكون لا يكون أمرا كبيرا، قد يحصل بينه غضب أو عداوة فيطلقون على أخيه أنه كافر أو أنه مبتدع. يعني ما توجيهكم في هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. يعني إذا قال للآخر يا كافر فأحد أمرين: إما أن يكون مصيبا في تكفيره فيقع الكفر على أخيه، أو يكون مخطئ فيرتد الكفر عليه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن يحترز المسلم من تكفير أخيه المسلم قدر الإمكان، بل لا يجعل هذا همه وديدنه. التكفير حكم من أحكام الله، وحكم يترتب عليه أحكام بالردة، وما يترتب على الردة من أحكام غليظة فيها القصاص أو القتل شرعا، وهذه منوطة بمن له السلطان، بمن له القضاء والحكم، وليست منوطة بعامة الناس. فعلى ما يشغل هذا العامي ولو كان متدينا نفسه بتكفير فلان وفلان؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا بتكفير الكافرين الذين هم أهل الكفر أصلا كاليهود والنصارى ومن لم يسلم. لا يجوز لنا أن نقول عنهم ليسوا بكفار، فهذا تكذيب لله عز وجل ورسوله. فقول العلماء من لم يكفر الكافر فهو كافر، أي الكافر الأصلي الذي هو لم يسلم أصلا، فهذا تكفره لأن الله كفره. أما الذي هو مسلم أصلا فلا يجرؤ أحد على تكفيره إلا بحكم قضائي، أن يقضي الحاكم فيه في المحكمة أنه كفر بالله، لا أن يأتي أحد من عامة الناس ولو كان متدينا فيقول له أنت كافر لأنك فعلت كذا وكذا. هذا خطير جدا، لأن الكفر معناه استباحة دمه، وهكذا الذي يكفر سيتلو تكفيره أنه يقتله ويستبيح دمه، فيصيب دما حراما، يصيب دما لم يؤمر بإصابته وسفكه، فيدخل نفسه في أمر هو كان في سلامة منه. أعيد وأكرر أن التكفير حكم من أحكام الله، يرجع إلى القضاء ويرجع إلى الحاكم والوالي والعلماء، هؤلاء هم المعنيون بتكفير الإنسان إذا وقع في كفر، وهم لا يكفرونه مباشرة بل يقيمون عليه الحجة، بمعنى أنهم ينظرون إليه إن وقع في كفر هل كان في كفره قاصدا عامدا ذاكرا عالما، أو أنه جاهل وناسي ومخطئ. فإذا تحققوا منه حين ذاك إما أن يثبتوا فيه الكفر أو ينفوا عنه الكفر. فعملية الحكم على آخر بالكفر عملية معقدة، حكم قضائي يحتاج إلى نظر وتأمل وبحث وفحص ومعرفة حال هذا الذي واقع عملا كفريا. فكيف يأتي إنسان من عامة الناس لا علاقة له بعلم ولا بقضاء ولا بسلطة وحكم ثم يطلق هذا الحكم، والله تعالى ما أمره به ولا حثه على ذلك، أمره بالبلاغ بالتعليم وليس بإطلاق الأحكام. فمن زاول هذا الأمر الخطير جدا فهو لم يعرف مراد الله، ولم يعرف مسلك العلماء، ولم يعرف ما حده وما أراد الله منه، فتخطى إلى أمر هو لم يسأل عنه ولم يطلب إليه. هذا السؤال جواب الشيخ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرباب فوني إنك أخايا دي مالا ميه كافر كتي كافر كبنجك مغوانا إجترين كمس إكاكو كافر وانكما إنا يكوري دعواga إني صح دعواga كم غبجيام أنكا إي كافر ميه حقيقتوس كافر ميه كم غبجيام إديما إيه نامس إيغا كوشون إنا بنويجي كم غوانا منوت بوني بونون إي راغلونون بونمك كم غوانا مانك أنكا كافر وحالتك كم غنوا هندوغا أنكا كي أنا كافر بنجي كم غوانا ما كفر حكم إنا غمچا إمبري أنان إمبي ما ni mi oti degotek
ekoteki ena kufuru kalimen anaka ane muslim akhayaki kafirake bodinjikam wanama eggotege terangalu anegotege tinu bavejjikam gawanama tima e hukumuge tere wadagen dana tima kufuruge tere wadagen dana e masaleki nurakkateri masalen ehmbima e masaleki fahargas algon men mi dekefad aadaage wahake noneki hamehemme takfir no tamiha kumacha kufuru hukumejjomaki ei Allah subhanahu wa ta'ala ge farapulun ekalange shariatu onna hukumeke Allah hukumeke dekalange rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumeke ei ki algon men amille hitangara afar mehika macha jehun ona hudda wegamba hukume nune adi algon men mi kafirun kamuga algon mi dekeni ei kitu qur'anuga mi emihunaki kafirun kamuga bayan koraf mihun yahudi nasara emihunaki kafirne algon bunan ei qur'anuga emihun kafiruka bayan korafawati ehmi way mehun bune me kafirunaki kafirun kama gabun ko fiyam emihu kafirwan ege muradaki aslu kafirun yahudi nasara emihunaki kafirun kama qur'an bayan korawak ino segmani ki faragga istimage muslim akhaya dimala tima kufuru hukum jehme nune ehma ei warab bodak algum samalwan je kame anek muslim akhaya kufuru ge hukum jehmaki ehni miho kafir kurmak to wakime ki kafir kama dekumaki enage le hudda kurungai enage gatul hudda kurungai isam ferigen enayaki mi leay muduluge bes hurmatenne mihekkamuga enaga macca mi ridda murtaddumuge hadd qaimukon enaga atu kurun lazimwa halataka emihage hukum eden ehme ei warab bodu hukumek ei aamun ege terega wahadakum ekashigwa kamenune khassako deenuge bes ilmoren mihunga macca kufuruga hukum juhumuga me gengulwa sharutakai ege mawane ata ekanka furihima wanje kanka nudanna mihun mikamuge tere badagen dimak hegetu wara nurakka terikamek ei faharegga e kan ege zaatuga adi kufuruga amalekkum gabis faharegga ena ki hadannati gen nota olun aragen nota enum bes sharay uzurakum uzuren ena guradan embima e hukum ibwa farate wanje heni ei aam afraduna nune mihege machi e hukum ibwan e hukum wanje heni sharay qadaayakum dawlatuga faratu ekam kanelifa farataku nota ilmuringe faratu ekam kamuge hunarai mi ilmu shariatukun libfati bi bayaku eha mihaka deterega baranje beluntaka e dekki wahake ka kamuge bawata ena huri halata e huri ha dirasa kurma fawga mihek maccan ibwa sharui hukumeke ei faharaggas aam afradun emiho kitangarima anakaga macca hukum kurume nuneki egota kanka kurakam gwana meg maneki ena evani Allah subhanahu wa ta'ala amuru fur oligen gosse e kalaanga enaga macca naanga we mistag macca hukun jaak enaga macca Allah ta'ala amuru kura afani mistakun layo nasihdi irshadi mihun he omaga genu mattaka benuma mi nasihata irshad filal tadir me fargas mis mihun macca hukum kanala hukum jong ei Allah subhanahu wa ta'ala enaga macca jassafa taklif nune emvima khulasa ki mi kamaki hageto waran nurakka teri kamek mihunge mudala mihunge abur ege terega mi gelligen gos wara bodati mi le horuntaka mihunge le hudda kurave mi kamege tere hagetuga mis mi wadage meden ehm algon men haregaves mi babuge tere am afradun wade mis mihun kafar ko mihunge macca kufur hukun jahid makebe salege hudda kamen نضيف إلى أنه ينبغي قبل أن يقع تكفير على مسلم أن يراعى 4 أصول. الأول أن يعلم أن الأصل في أفعال الله تعالى الرحمة، وهي مقدمة على الانتقام والعذاب، فالله تعالى يبتدئ عباده بالرحمة ولا يبتدئهم بالعذاب ولا العقاب، وعلى ذلك أدلة كثيرة، كما في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب كتابا فهو موضوع عنده على العرش فيه إن رحمتي تغلب غضبي وإن رحمتي سبقت غضبي. ما معنى الرحمة سبقت الغضب؟ أي الرحمة مقدمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يعاقب عباده ابتداء، وإنما يعاقبه انتهاء. قبل أن يعاقبهم يرسل إليهم الرسل، يعلمهم، يعظهم، ينذرهم. إن أصروا على الخطأ عاقبهم بعقوبات بسيطة يسيرة لعلهم يرجعون، كما في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فيعطيهم عذابا يوقظهم إذا بعد التعليم وبعد النذارة والموعظة والعذاب الأدنى
لم ينتفعوا حين ذاك يؤاخذهم بالعذاب الأكبر، كما قال تعالى عن فرعون: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فعقاب الله وعذابه يأتي آخرا. ما معنى هذا؟ معنى ذلك حتى نحن إذا أردنا أن نعاقب البشر الذين أخطأوا لا نعاقبهم ابتداء ولو أخطأوا، بل ننصحهم ونعظهم ونعلمهم، وإنما العقوبة تأتي آخرا. وأي عقوبة أغلظ من التكفير؟ هذا أغلظ حكم وأعظمه وأكبره، فلا ينبغي أن يطلق ابتداء على مسلم، فإن معنى ذلك أنه قدم الانتقام والعذاب على الرحمة وخالف ما كان من أفعال الله تعالى. والحسن أن يكون الإنسان متخلقا بالرحمة، كما أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الرحمة، والرحمة مقدمة. فهذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن الكفر لا يقع إلا بيقين. أن الكفر لا يقع إلا بيقين، كما أن المسلم ما صار مسلما إلا بيقين، شهد الشهادتين فصار مسلما، كذلك لا يخرج من إسلامه إلا بيقين. لا يخرج من الإسلام بالشبهة وبالظن، بل يخرج باليقين. ما هو اليقين الذي يخرج به من الإسلام؟ أن يكون كفره كفرا أجمع العلماء على أنه كفر، أجمع العلماء على أنه ذنب كفري، ولا يكون ذلك إلا أن يكون دليله الذي ثبت به أنه كفر هذا الذنب أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة. قطعي الثبوت يعني آية من القرآن أو حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام المحدثين وليس ضعيفا، وكذلك أن يكون معناه دالا على الكفر وليس دالا على غيره. فإذا صار الدليل يقينا ثابتا ودلالته يقينية فوقع الإنسان عليه، حين ذاك يقال إنه وقع في كفر بدليل يقيني. ومع ذلك أيضا لا يقال إنه كفر، بل يقال إنه وقع في كفر. وفرق بين أن يقال إنه كفر وبين أن يقال إنه وقع في كفر. الوقوع في الكفر لا يلزم منه أن يكون كافرا. لماذا؟ لأنه قد يقع في الكفر وهو يجهل أنه كفر، قد يقع في الكفر وهو لا يعلم أنه كفر، قد يقع في الكفر وقد أكرهه أحد من الناس على الوقوع في الكفر، فهو فعل الكفر لكنه يجهل أو مكره، فكيف يقال عنه كافر؟ ولذلك في هذه الحالة يقال وقع في كفر ولا يقال كافر. لا يقال كافر إلا بعد إقامة الحجة، وهذا ما نتمه بعد حين. أدي مي كفرك ميهم مچ كفركم جومك أقولن واحد دكارك إنجنجي ورم مهم أساس تك بوري. إيقتون هم فرتم أقول من إنجنجي أساسكي الله سبحانه وتعالى ذات فلوك إكلانجي أستوك إكلانج رحمة أي إسوعهم وايشك إكلانج عذاب إكلانج خوفا أي فاسوعهم وايشك هم إكلانج ذات فلو بني إكلانج رحمة تكسيف إسكور باف عقوبات عذاب هلاك كربما نكان كما كي فهم أن مرحلة تك إيقتون كي النبي صلى الله عليه وسلم بيان كرا في قدسي حديث الله سبحانه وتعالى إكلانج حضرتك فوتك كندا أولوا بيان كرا ليوا فاكن إكلان حضرتك إفتوك بيان كرافاني تيمن إلهه كوفا تيمن إلهه رحمة تيمن إلهه كوفا جمتش إسفجن بي إما من إنجني إكلان كوفا كي عقوباتك فهم النتشك إما فرتما كما كي إكلان رحمك إم بما رحمتك سوم الله سبحانه وتعالى إنسان ولين بيان كرما إكلان رسول فون نبي بيكون فون ولين مستكون بيان كو رنگلان رنگل مستكون أنجا دبان نبي بيكون رسول بيكون එබේකලුංග අප්පුළු මච්ච ෆුත්තකා ශරීයබ් බාවලවා කුබාක රංගල ගෙන් ඉන්සානයන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කොද්දෙ ඒ නසීහත ඉර්ෂාද් දෙම ෆහුග දෙන් ඒ ඉන්සානා යා ඛිලාෆ වජ්ජකම ගවානම දෙන් අනෙක්කාවස් එකලාග ඉන්සානාය මි දෙවණි ජස්සවණි කුඩ කුඩ ඔකෝබාත් ඉන්සානා එකම් හලා කරවණි කිරු ඒ ඉන්සානා හඳාන් කොද්ද මට්ටක ඉන්සාර ගොතු ඒ ඉන්සාර ඉන්සානාය දෙවමුගේ බේනම කීත කුර්ආන් අල්ලාහ් තාලා බයන් කුරාෆතුක එමිහුන් එම්බුරි لعلهم يرجون أمهم ينبري الله تعالى مغان آده توي
එම ඒගොතුන් එදස්සවා මුසීබාතකම සෙමිහුන්න ඒ ඉන්සාර් නොලිබි එමිහුන් දෙම්ම සකලාන් මගන් එඹ රුජෝ නාසිකම ගානම දෙන්නන්න මරහලාග අන්නෙච්චන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ ෆොනුවා බොඩ ඔකෝබාත ඒගොතුන් ෆිරානුගේ කවුම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හලාක් කරබි වාහක බයන් කරාෆවනි එබැමිහුන් නම් එන් නසූල් බේකලම් ෆොනුවා උලේනගේ බයන් කරවා එබැමිහුන් දෙක්කේ කුදි කුදි ඔකෝබාත ෆහුගාවස් දෙම්මස් ඊමාන් ව ඉස්ලාම් ව එමිහුන් කවුමක ෆසාද කුරුමුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දීනා ඛිලාෆ කලාංගේ ශරීත ගොන්ජුමුග හද්දු ෆාලා දියාම දෙන් ඒක ෆහුගේ බැමිහුන් හලාක් කරේ වාහක කුර්ආන් ක අල්ලාහ් තාලා බයන් කරාෆන් එමෙ ෆුර්තම නුක්තායකි අල්ලාහ්ගේ රහමෙ ඒ කලාංග ඔකෝබාත වර ඉස්සෙගම් වා එච්ච ඔකෝබාතකි එම්මෙ ෆහුන් ඉතුරු එව්වස් ගොතෙන් එමිහුන්න නෙතුමුන් එකලාංගේ ෆොනු වාච් එම්විම අලගොන් මෙන් මි නුක්තාගේ විස්නාදාරුක මීහෙග මච්ච කුෆුරුග හුක්ම ජහමවර වකින් බොඩ ඔකෝබාත වකින් බොඩ අසාබේ වකින් බොඩ අදාවෙත්තරිකම කොබාහි ඒනගේ ලේ හුද්ද කර ඒනගේ මුදා හුද්ද කරම බුරේ එහෙම අලගොන් මෙන් එබ්විසාලෙග්ග මීහෝ කම කොරාරු ඒනාගේ මච්ච ඒන කාෆරකේ බුණු ඒ නසෙහ දිනු ඉර්ෂාද් දිනු කංකම් බයාන් කොත් දිනු හඳාන් කොත් දිනු මෙන් එබ්විස්කම නැති අලගොන් මෙන් බය මීහෝ මි ඉක්තියාර කරන එම්මෙ ෆුර්තමාන් නබස් ඒනා ගේ මච්ච එම්මෙ බොඩ හුකුම් ඒ කුෆුරුග හුකුම් ඒනාගේ මච්ච දෙහු අන දෙවන නුක්තායකි මේක ෆාහ කොලන්ජේ කුෆුර් මීහා නුවානේ යකීනකු නූනි අලගොන් මෙන්න එංගේකමෙන් ඒ මීහක ඉස්ලාම් ශහාතු දෙකෙලිම කියා ඉස්ලාම්කම රුකුන් තේන කබූල් කොෆිකම ගාන මෙෆද හාලතෙග්ග ඒනේගේ ඉස්ලාම්කන් එවනි යකීම් බෙෆ එම්බිම ඉස්ලාම් මීහක ඉස්ලාම්කන් යකීම් බෙෆා වනිකෝ ඒනේගේ ෆරාතුන් ඉස්ලාම්කන් නෙතිගේ නුදානේ හම සීදා කනෙලිගෙන් යකීනකු නූනි වනිකේ ශක්කෙක් ඔය කමකුන් ශක්කු වෙගන්නේ මීහක් මතින් ඉස්ලාම්කම කෙනිගේ නුදානේ එයි යගීනකුන් සාබිත වෙ කම යගීනකු නූනි අනකවස් ෆිලාගේ නුදානේ එවා මුස්ලිමෙක්ගේ ඉස්ලාම්කම් සාෆ්කෝ යකීම ෆවනිකෝ ඒ ඉස්ලාම්කම් එන බේරව කුෆර් හුකුමක නුදානේ උෆේදේ ශක්කකුන්නේ ඒගොතුන් එවේනා එකුරි අමල නොත එන අබුනි බහෙ වාන්ජෙහෙනේ මේ දීනුග එකමකි නොත බහකි නොත අමලකි ඉත්තිෆාක් ඉල්මුරෙන් ඉජ්මාඋන් ඒ අමලකි නොත එකමකි mi kafar wa kamekkam kitu qur'an nota sunnat nota ijma'un dalil libe kamekkam gawanjene emiha ekula amal nute miho ke ebuni bahe ei kufur ga amale gotuga mi e dalilu ei qat'i gotun sabit wafawa dalalatu gotun sabit wafawa dalil kam wanjene manaki kitu qur'an ga ayate nota nabi sallallahu sahha sunnatun sabit wafawa mi hadith ga oy hukume hama ehme hukum ei yamad ga khilafum ga jaga neg ثابت قطعي گتم وارد وفاوا علمون اگمچ اتفاق وفاوا حکمکم گاوے ادی حکمکی ای ہما ایک سبب میھا ملتم بیروگن دا فدا حکمکم اتفاق وفاوا حکمکم گوان جہنے خلافج ای حالتو معنی کہ عمل نوت کری فاف نوت بنی باہن ای می قرآن نوت صح سنت نوت علمون اجماع ہم یقینمس کافر وذات کمکم گوا حالتو گاوس අලගොමන්න කෙෆද හාරතුගස් නුබුන වේනේ මීන එකමෙක් කුරි මීහා එයි කාෆරෙක් ඒ කංගේගේ ذاتුග ඉල්බොර ඉත්තිෆාග කුර්ආන් දලීලෙ කුෆුරුග අමලකම වෙගෙන් ගෑදාන කුෆුරුග අමල මේ එමිහෙගේ ෆරාතුන් නිකුන කොම්ම මීහකි තායිනකොන් එමිහා එයි කාෆරෙක්කම නුබුනේ දාන එයි එමිහා කුර අමල ඒ කුෆුරුග අමලකම ගවම එමිහා එයි මිල්ලතුන් බේරෆා මේකම ගවම ඉතෆා දෙමස්සලේක ඒ මිසාලක කුෆුරුග අමල කුරා මීහක වෙදාන එමස්සල ඔලිෆෝතිකම ෆහරග වෙදාන මජ්බූරුකම ෆහරග වෙදාන හදාන්නතුනිකම ෆහරග වෙදාන ඒනේ එකම් ෆෝරන්ජේ මින්වර ෆෝරාෆා නැතිකම එහෙම් වීම මි හුරිහා සෞබත කට්ටක ඒ යකීනි ගොතුන් ඒ කුෆුරුවා ذاتෝ කමෙක්කම ගව ආකම ගව වියස් එෆ දහරතුගස් ඒ මීහාග මච්ච කුෆුරු හුක්ම මිජේනි ඒත බෑවර ශරූතක ගෙබිහාමද හමවෙගෙන් දෙන් නිරවේ හුකුමේ ගොතුගේ ينبني على الأصل الثاني أصل ثالث الأصل الثاني أن الكفر لا يكون إلا بيقين والأصل الثاني أن الكفر لا يكون إلا بيقين الأصل الثالث أنه لا يكفر الإنسان حتى يكفر قلبه يكفر قلبه فإذا كفر القلب كفر الإنسان الله سبحانه وتعالى يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فبين سبحانه وتعالى أن غضبه وعذابه على من كفر منشرحا صدره بالكفر فدل على أن من لم ينشرح صدره بالكفر لا يكفر وهو أن يفعل الكفر وقلبه وصدره ليس منشرحا به كيف يكون مكرها الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه
عذبوه حتى قال كلمة الكفر وهو مكره وصدره لم ينشرح، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويحكي له أنه نطق بكلمة الكفر بسبب عذابهم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. فدل هذا على أن من نطق بكلمة الكفر أو فعل فعلا كفريا أنه لا يكفر بالضرورة حتى يكون صدره منشرحا بالكفر، لأنه قد يكون مكرها، قد يكون جاهلا، قد يكون ناسيا، الذي ضيع راحلته في الصحراء ثم لقيها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قوله هذا كفر. كيف يكون الرب عبد والعبد رب؟ هو أخطأ، لم يكفر. لماذا لم يكفر وإن نطق بالكفر؟ لأنه أخطأ، ولأنه دل خطأه على أن صدره لم ينشرح بهذا الكفر. فإذا الكفر أولا بانشراح الصدر، وانشراح الصدر أمر غيبي لا يطلع عليه الإنسان، ولذلك مهما رأيت الإنسان يفعل عملا كفريا فإنك لا تستطيع أن تكفره في كل حال حتى تعرف هل انشرح صدره بالكفر أو لا. وكيف تعرف ذلك؟ تعرف ذلك بالأصل الرابع، وهو إقامة الحجة. أهل السنة والجماعة لا يكفرون إنسانا وقع في الكفر إلا بعد أن يقيموا عليه الحجة. وكيف إقامة الحجة؟ قبل أن نأتي إلى هذا نقول في بعض الذنوب يكفر الإنسان بها ولو كان جاهلا، ولو لم نعرف أنه انشرح صدره بالكفر، وذلك مثلا إذا أنكر وجود الله أو أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال هذا لا نكفره حتى نعرف إن شرح صدره أم لا. لماذا؟ لأن هذا لم يحصل له الإيمان أصلا، ولأنه لا يجتمع في قلب إنسان إنكار وجود الله وإيمان، ولا يؤمن بالله أصلا ولا يؤمن بالنبي أصلا، فكيف يقال إنه عنده شيء من الإيمان أو أن صدره لم ينشرح بالكفر؟ وإنما يقال هذا في الذنوب الذي يتصور فيها أن يكون عنده شيء من الإيمان. نعود إلى الأصل الرابع، والذي به يثبت الكفر في حق من فعل عملا كفريا أو قال قولا كفريا، وهو إقامة الحجة. ومن الذي يقيم الحجة؟ كما قلنا القضاء، العلماء، ولاة الأمر، إن بيدهم السلطة. فإقامة الحجة يفصل العلماء فيها، يقولون بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. فما هي الشروط؟ الشرط الأول أن يكون عاقلا لا مجنونا، فإذا فعل فعل الكفر وقال كلمة الكفر وهو مجنون أو شبه مجنون، به مس، به جن، به عين تقهره، فإن هذا مرفوع القلم عنه فلا يحاسب، لأن التكليف بالعقل. الشرط الثاني أن يكون بالغا، فالصغير إذا ارتكب عملا كفريا لا يؤاخذ لأنه ليس مكلف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي الصغير حتى يبلغ. فمن لا عقل له، من لم يكلف، ليس محل المحاسبة، فلا يؤاخذ إن وقع في كفر. الشرط الثالث العلم، أن يعلم أن ما يفعله كفر بالله، وهذا في أكثر الذنوب. هناك ذنوب معينة كما قلت مثل إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، لا نشترط ونقول هل تعلم أن هذا كفر أو لا، لأن الذي ينكر وجود الله لا إيمان له أصلا. لكن أكثر الذنوب لابد أن يقام عليه الحجة بالعلم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ليقيموا العلم. الشرط الرابع أن يكون متعمدا عامدا وليس مخطئا، فقد يفعل الكفر خطأ كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فإذا فعل خطأ لا يؤاخذ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. كذلك الشرط الخامس الذكر وعدم النسيان، يعني إن فعل الكفر ناسيا أنه كفر فإنه لا يؤاخذ، للحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان.
وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. الشرط السابع أن يفعل الكفر راضيا. إن فعل الكفر مكرها فإنه لا يؤاخذ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الشرط السادس. الشرط السابع التبين وعدم الاشتباه والتأويل، بمعنى أنه يكون قد فهم المسألة التي فيها الكفر، لا أنه قرأها وما فهمها. إذا لم يفهم فما قامت عليه الحجة، لابد أن يفهم. وهذا في عامة الذنوب الكفرية، إلا كما قلت بعض الذنوب لا يشترط فيها العلم ولا التبين، مثل أن ينكر وجود الله، ينكر النبي، فلا يقال له هل تبينت، هل علمت، لأن هذه أمور إذا وقع فيها قضى على إيمانه كله. فإذا هذه الشروط السبعة لا بد منها في التكفير. ومن الذي يقدر على إقامتها وفحص الذي وقع في الكفر فحصه فحصا جيدا لا بد من قضاء، لا بد من سلطة. فلذلك هذا الكفر والتكفير ليس من شأن العامة ولو أنهم متدينون، بل من شأن القضاء. أما عامة الناس كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ. من كان حريصا على دين الله وغيورا على دين الله فليجتهد في إبلاغ دين الله إلى العباد، وليجتهد في إبلاغهم ما يكفرون به إن فعلوه، فيحذرهم من الكفر وينذرهم ويعلمهم ما الإيمان وما الكفر، لكن ينتهي عن الحكم على العباد، فليس من شأنه ولم يأمره الله بذلك. فإن ألزمه نفسه بذلك فقد كلف نفسه ما لا يطيق وتعرض للخطأ وتعرض للعقوبة إن أخطأ. آدمي كفر حكم جهومغا سمالوان جي تيمنا نكتايكي كفرغ محلكي هي إنساناගේ هي كفرغ مچ روحيගෙන් දියුන් රුහුන් එනගේ හිතුක උතුන් එයි كفرغ මෑගොඩ අසෑසකි එයි බයිකාල ෆාෆත ෆියව එයි බයි ෆාෆතේකි ඒ ෆාෆාගේ සෝබුන් නොතේ අමලගේ සෝබුන් එනගේ හිතුගා වකංකම දලාලත් කුරාකන්ත මිසාලක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වඩිග වාකම ඉන්කාර කරු නබි අස්සම් රිසාලත ඉන්කාර කරු එයි ඒ අමලගේ සෝබුන් අල්ගොමෙන් එනගේ හිතුගා වායිච්චෙක් එංගේ කංකං එහෙම එෆදාහරත් එක්ක අවුමනක නුදෙන්න වෙන හිතුගා එංගෙච්ච බලන්ජේ නෙක ඒ බයිකංකම කියන හිතුගා hunna kankam beru fushum faaluwa kantetta em efada kantetta fiyawa aamukon insanage kufuruge mahallaki enage hikkamuga wegen tani enage hin e kufuruge macca ruhigen note hitun qabul kurifa onna otun ei enage macca kufuruge hukum jehigen anna sawbak ei kit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala bayan kurafoni istisna kurabafoni majbur wegen illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ඒනේ මජබූර් ඒනාගේ හි ඊමාන් කමුග රුහිගින් වහාලතුක මජබූර් වජහාලතුක ඒන බහෙබ්බුනි මිහා ෆියවේ මේ ආය බාලේ ෆානේ අම්මාර් බුනි ආසිරා බෙහෙගොතු එක එෆානු කවමුග මිහ එක එෆානු කුෆරුගේ බස් බුනුම මජබූර් කුරි හින්දුගේ එක එෆානු එෆද බස්තක විදාලුවේ අදී එෆෝග නබි අස්සම අරිහ වඩාගෙන් එක එෆානු මේ හිතාම ඉද්දතියගෙන් වහාලුග නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම සුවාලු කරන එක එෆානු හදිස් කරවි කලේග ෆානුගේ හිප්පොළු තිමන් කලේ ෆාන දෙතරේ කිහිනෙන් හේජි den එක faanu dannawani timan ka faanu hippulu kade faanu terika saafe iman terika hituge boot password den adis korwe dembe seba mehun me majbur ko fikamu gawanama alun ambara e kalima bunash ekman ke majbur halata gosikamu gawanama ena e kalima kufuru kalima bun e faanu udda korwe e mihalatu gena kafir no sawbaki ke faanu kafir no sawbaki ke faanu hippulu e kufuru ruhifa numa e ke faanu ekon korwe korebun e ke faanu korwe korona majburege majburi halategga mi majbur kurmu sobun kurifawa kama kabati enus ayatu fatu allah subhanahu wa taala ebame hunnaki kufuruge ahluren kamuga bayan kurafani kufuruge macca mi emihunge hitta ruhigen mi hunne me fada halatege babe hun evani kafirunge terega egotu misalaka mihage hi nuruhi ena kurwe kame faharega vedane ena ala olumak ege dalilaki nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurafa ei මීහකු සහරාතේ දතුරු කරමු ගොස් ඒනාගේ කාතකෙති අලා බහට්ටාෆුරි අලාෆුරි ඒනගේ ජමලු ඒනගේ සවාරි ගෙන කාතකෙච්චා බෝච් සහුරියා චිමුරි උට්ට ඒනගේ ජමලු සහරාතේ ගෙල්ලෙන් ඒ හොදන් ඒන මසේ කරම ෆෝග ඒති මේ නුෆෙනිගෙන් ඒනස්
nidafa tanegga oy fate duwiruga enaga bokariga mi jamala huriha ech kaachi hutta fenunima ena we ufalun ena mi bunani hadda bodukuru ilahu iba ilahu timange aleke timanne ki iba ilahuge rabbe iba ilahuge veri farat e kufuru kalimen ei Allah subhanahu wa ta'ala alekkamu ga bunun adi e insana ki Allahuge veri raskalankamu ga bunun ei kufuru kalime kufuru bahen ehnames ena kufur nui saubaki ena ge hin ekama me ruhi fotinun ene olumen arage vi ufalakun ene bunawun echekam ga vidhema kalime ge zatuga kufuru kalime ka vekam ga ene mes ene ge hin egma churifa natima ena ei kafari mi hekkam ga nuwe embima me jumla gutega mi bay faafatoga anna shart ekam anabba faafate ki bodati wegen ba faafate misalaka Allah wujuda inkar kurin wa nabiy asum risalata inkar kuri ifadharate ge ene ge hikurin denne wehen awman faala ku fenna huna ema mi bawar sharutaka etebbar mawane atake manage mi heggaga bawar sharutaken hamave war bawar kantattakun ena nafi wejjikam ga wanama den ena ge mechen algomana kufur hukme mi kandeleni egotun algonam balalaruga mi emme furtamana algon be jehe hujja qaim kora anaka ga mechen e miha mi nuba kufur ga amale kuri miha not kufur ga bahebbuni miha ena mechen kufur hukme johum kuri ena mechen be jehe algon men ilmi gotun e hujja qaim koran dini gotun dalil mechen qaim kor e bayan kodde ni kombet bayan kodde ni amunan bayan kodde ni dinu ga ilmi worin kankan dasko fatibi sharotaka mawane atawga ga mi dasko kiyawafati bebe kalun ekan quran eka amuge kamenno egotun ilmurin bayan kurafani enaga macam hujja qaim kurum terega hamwan je sharut ege terege furtam sharutaki emiha ki buddhi hamaje mi hekkam wanje enege bo hamaje mi hekkam wanje manake buddhi hamanu je mi hek moye dakka wahake enaga macam agumana kufur hukma nu je enege mukallaf enno devana sharutaki enege balighu fa mi hekkam wanje egmanake balighu nu kuda kujja ko buna kura kamako ota buna bahakun enaga macam kufur hukma agumana nu je enege yes mukallaf enno Nabi sallallahu alaihi wasallam bayan kurafani tiban kayfana ummatu mihum tereng tim mihi ge faratun qalamani ufuli fe gmane ki emihum e kura amalutan ei emihun faafawa kame gotu Allah ta nuliywane ege terega kodu kujja bali go jumadande moya miha enag heara afmadande he buddhi filafu madande hama emme mi nidafo miha helafu heli jumadande eba mihum matimani qalam ufuli fe anek kamaki hatarwana kamaki timmana kamaki al ilm enayan e kura kantan ei miha murtaddu azatuga kufuru azatuga amalekkan ena engenjen ei me faalokam bodwegam amale fiya amuke amaleki kufuru amalekkam ena engenjidan faregga me ena ki me jahilekkam ga vedan olungara furi mi hekkam ga vedan ehme ena me onnan jehene ena engifa ei me kufuru amalekkan ena ilmu libfawanje hame hatarwana kamaki al amd ena gastuga akula amalekam wajin kuring se bayan kuru defaden ena olungarage nota ena ga maqsaden neti ena kurawna kamakon ena bunawna bahakon ena baccha kufuru kuma jen ehma fadhalatuga mi sharut hamaje ena amduga ena gastuga kuri amalekam ga wanjen faswana sharutaki ena handanuga horegen kuri kamakam wajin manaki amalaki handan netigen kurawnu kamakam ga wegen nuwan e baykantete ena mi handan netigen ot olungaragen kurwe kana kanta tema ena ekan ei kuri kurumuga ekamaki handan netigen kurunu kamakamuga wegenduan hame manekamaki ena ekam kura hindu tfada bahe bona hindu egamacha ena ga ruhumuga manake majburu kurewmen neti ena buni bahe no ta kuri kamakam wanjene aw kurim bayan ko ngedi miha ga macha majburu kureja ena ga mudala ena ga nafs hala qur'ana kam inzar de efada kam qur'ana kam yagin kam vejja efada haratega ene beer foshum buna bahenge ene ge hituga onna ruhu nekkam gawanama efada haratega e bahaki sena kufur wegen dana bahekam ganuwan habwana sharutaki eenayan e kame me olun ara fandu ei bayn halettoga baykala kantatteki olun ara zaatu kantatte ilmi gotum baykankamaki emmene safa nuhunna kantatte ekan eg zaatuga en inkar kur notifada faafa ekkurun ei zaatuga kufuraka wedan enemes baykankan hunana mesmine olun ara fona kantatte em olun ara fonna kamakun eena ekan saaf ko dejjoma danden eenag macchen awmana kufur hukma nujen eme mihuri bawar sharotake bawar mawane etake mi kankan mi dehe ko deni mi kankamaki am afradu mismihun amille mismihun macche kufur hukum ja mihu millatun beruko waddun ekashiga wonata e aamu mistakum wano ekashiga baabe nonkan evver ma ilmi gotum me balanje beluntaka ma tanos ilme gi tereng nuni faalwegen dana kantatikana mi hujje qaim ko deni kombet e aamuna nonge ilmu ga ahlurin qaalin verin
qawmuto tibbe ekankom balan hawalu kore faraatan emis mihum tugje qaim ko sharutan hamoyeto ena emikam mana kora sabate ko bat michi dirasa ko belma fo mi egmacha iwa hukumen ei me qada ga zariya no me sultan ga zariya verikam ga zariya iwa kandala nimmu men ei me na mi heki millatum berofa mi hekkamuga em bima mi sharutakai mawane at mekankam ekkiba nowe ena amille me kufur hukum tere wadagatun ei Allah subhanahu wa ta'ala ena jassafa taklifenu ena Allah hawalu kurafa kante ko bat mi hunna tabligh koddinu mi hunna bayan koddinu kobakan miha ekame kurumun kafir wa kanta kobakan miha ebahe bonumun kafir wa kanta e kanka mistakun bayan kodi Allah ge shariya mistakun helen teri kurwa mihun kufuru magun ekkiwa kurumattaka kure masekin ei Allah ta'ala ena jassafa wa taklifak ena kuranje masekati ki faragas ena jassafa taklife masekati nu mihun gomaccha kufur hukum jomak ema me Allah ta'ala migota mikin kanlo afaniko ekan duukon ena amille ena ge wazifa handa nattala fa ena ge wazifa ki mihun kafirun kurukum hadafikum goanama ena amille timanna ki deemberikam ga hikurikum ga yenmes ena ikhtiyar kurani Allah subhanahu wa ta'ala ge shariatu ge kalan kanalo wafa maga mulin khilaf mage